السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. ورد سؤالان وسنجيب عليها بسرعة. السؤال الأول يقول: لو قرأت والتين والزيتون وطور سنين بدون ياء، والقراءة صحيحة طبعا، وطور سنين، هل تعتبر لحن جلي أو خفي؟ لا يعتبر لحن جلي، لأنه يغير في المعنى. لابد أن تقول وطور سنين، لابد. ليه؟ لأن المعنى يتغير. لو قلت وطور سنين المقصود فيها السنة، العام، لكن إذا قلت سنين المقصود فيها جبل الطور، جبل سيناء، هو نفس المعنى. سيناء هو المقصود في هذه الآية، سيناء هو سنين خطأ. الله يحفظنا وإياكم. أيضا تكملة السؤال، نفس السؤال بس يكمل الأخ، يقولوا لإيلاف قريش، إيلافهم. بالنسبة لإيلاف قريش، لإيلا اللي هي الأولى في بداية السورة، لو أخطأ فيها أقل من خطأ في إيلافهم، لأن لإيلاف قريش ورد فيها قراءات أخرى، مثل ابن عامر يحذف الياء الأولى، يقول لإيلاف قريش. باقي القراء يقرؤون لإيلاف قريش. هذا بالنسبة للقراءة السبع. أما إيلافهم لا يصح أن يقرأها إيلافهم، لابد يقول إيلافهم، لأنه لم يختلف فيها القراء الثانية. إذا لو أخطأ في الأولى نقول لحن جلي، لو أخطأ في الثانية نقول لحن خفي. الله يحفظنا وإياكم جميعا.